هنا سؤال. أحد مشاهير التواصل قبل أيام توفي رحمه الله في حادث السير. فهنا سؤال مرتبط بهذا الحادث، يقول: إذا توفي الشخص في حادث السير وهو غير مفرط هل يسمى شهيد؟ أولا نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يغفر لموتى المسلمين ويرحمهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الشهداء المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والحريق هؤلاء أبرز الشهداء. فصاحب الهدم معناه الذي يموت بسبب هدام الجدار عليه. نعم. فأخذ بعض العلماء من هذا أن من يموت بسبب حادث سيارة أنه يكون شهيدا، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن من يموت بسبب حادث سيارة ترجى له الشهادة. نعم. ما دام الحديث عن هذا الأخ الذي توفي رحمه الله، ما لاحظته في وسائل التواصل الثناء عليه بالحسن الخلق وباللطافة وبالابتسامة وبأنه لم يؤذي أحدا ولم يقع فيما يقع فيه غيره أو فيما يقع فيه بعض الناس فيما يتعلق بوسائل التواصل. هل نقول أن هذه من علامات الخير؟ نعم، هذه أمارة على الخير. ولما أتي بجنازة وأثنى الناس عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. وأتي بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قيل: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والتي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه. والحديث الصحيح. وهذا يدل على أن الشهادة التي تكون من الناس أنها معتبرة شرعا، وأنها قرينة. إذا شهد الناس للإنسان بالخيرية هذه قرينة على أنه من أهل الخير إن شاء الله، ويرجى له خير عظيم وترجى له الجنة. بل جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن. فإذا وجدت أن ألسنة الناس تتتابع على الثناء على شخص في حياته أو حتى بعد وفاته أو حتى في حياته، فهذه قرينة على أن هذا الرجل أنه من أهل الخير إن شاء الله. وعلى العكس من ذلك، إذا وجدت ألسنة الناس تتتابع في ذم شخص هذا ربما تكون قرينة على أنه ليس من أهل الخير. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم.